هاي انا ندى. عارفه ان بقالي شويه ما طلعتش يعني ما عملت اي حاجه، بس بما ان نتيجه الثانويه العامه طلعت وفي ناس جابت مجموع كليه طب وفي ناس ما جابتش مجموع كليه طب وبدات تفكر في انها تدخل كليه طب خاصه، وبعدين بيكتشفوا بقى المصاريف عامله ازاي، فيقولوا طب واحنا يعني لو كنا دفعناها بره ولا لو كنا سافرنا كان هيبقى ايه المصروف يعني او ويكتشفوا بقى ان المصاريف عاليه، وان هما اول فكره بتيجي في دماغهم امال دراسه الطب بره عامله ازاي. ففي الفيديو ده انا هتكلم في مصاريف دراسه الطب جوه مصر في الحكومه وفي الخاص للمصري وللوافد، وبره مصر في دول يعني معروف عنها شويه انه ممكن مصر تطلع تسافر عليها تدرس طب هناك. اول حاجه عندنا الجامعه الحكومه للطالب المصري مصاريف الطب كليه الطب بتاعتها بتبدا من 1000 جنيه في السنه، ده اللي هو النظام العادي خالص. في نظام في عين شمس معين، في نظام في المنصوره معين كده، نظام تاني بياخدوا يعني بيبقى عدد الطلبه اقل والنظام شويه مختلف، بيدفعوا على الطالب من 30 ل 50 الف جنيه. تمام، فده في الحكومه المصري. خلاص طيب، امال لو حد وافد جاي من بره، يعني حد من الخليج، حد من السودان، حد من فلسطيني، سوري، ايا كان مش مصري، بيدفع حوالي 4 ل 6000 دولار في السنه. تمام، يبقى مصاريف المصري 1000، الوافد 4 ل 6000 دولار في السنه. احنا كل ده بنتكلم عن كليه الطب، ماليش دعوه بقى باسنان، كل حاجه ليها سعر، اسنان وهندسه وصيدله الحاجات دي تانيه ليها مصاريف تانيه. تمام، فده الكليات الحكومه. طيب نيجي بعد كده حاجه جديده فتحت السنين اللي فاتت، هي تعتبر حكومه يعني تعتبر زي برانش او فرع من الجامعه الاساسيه. يعني مثلا عندنا في قناه السويس في جامعه حكومه وفي الجامعه الاهليه، بنها نفس الكلام، معرفش منصوره كده، دمياط، الجلاله، ايا كان. المهم الجامعه الاهليه دي بتبقى حكومه برضو في الاخر، ولكن اللي يميزها ان هو ستاف الحكومه اللي بيدرسوا في الحكومه وطريقه تدريس الحكومه هو بالظبط موجود في الجامعه الاهليه. طبعا ميزات الجامعه الاهليه ان المباني جديده فيعني مش مستهلكه، الاعداد اقل طبعا بما انها جامعه يعني خاصه الى حد ما. طيب ايه بقى مصاريفها؟ 90-100 الف في السنه، من 90 ل 100 الف في السنه، فهي تعتبر اقل شويه من يعني تعتبر اقل شويه من الجامعات الخاصه، ولكن ستيل مبلغ. طيب كده احنا خلصنا بند الاهليه. طيب امال ندخل بقى في البند اللي بعده اللي هو ايه؟ اللي هو الجامعات الخاصه في مصر مصاريفها كام؟ بصوا يا جماعه، يعني انا مع التدوير اول جامعه خاصه بدايه كده تقريبا 125,000 في السنه. خلاص انتوا عارفين طبعا ان كليه الطب دلوقتي بقت 5 سنين. خلاص ف 125,000 في 5 حوالي 600,000 جنيه. تمام، دي مصاريف الكليات الخاصه، دي اولها. في اكتر من كده، هم بقى كليات خاصه كتير، يعني زمان ايامي هم كانوا جامعتين بس اللي فيهم كليه طب، ماست و6 اكتوبر. دلوقتي بقى في حاجات كتير قوي، بقى بدر والنهضه وميراتو ومش عارفه في محافظات مصر كلها بقى فيه. هحط لكم لينك لفيديو للكليات الخاصه اللي موجوده في مصر، يا ريت تبصوا عليها. طيب نيجي بقى للسؤال اللولبي اللي هو ايه؟ طب انا لما ادفع في جامعه 100,000 في السنه، يعني نص مليون، يعني احنا هنعتبر ان المتوسط 100,000، يعني نص مليون جنيه، هل ابني او بنتي او يعني انت كطالب، انت كحد هتاخد قرار، هتعرف ترجع النص مليون دي؟ يعني هل هو استثمار صحيح؟ هل هو استثمار له عائد؟ طيب هحط لكم لينك برضو لرواتب الدكاتره. انا كنت عامله فيديو لرواتب الدكاتره ودخل الدكاتره. هو ممكن الفلوس دي ترجع بس في ظروف معينه جدا وبعد سنين طويله، ويمكن الفئه الوحيده اللي ممكن تبقى سريعه جدا في ان هي ترجع ال 500,000 جنيه دول او النص مليون جنيه دول الجراحين، جراحين العظام، جراحين يعني دكاتره النساء، ممكن يعرفوا يرجعوا الفلوس، بس بشرط يا اما حد مشهور جدا يتبناهم، فبالتالي من الاول خلاص هم اول ما يتخرجوا هيعرفوا يشتغلوا ويدخلوا المبالغ الجميله دي، يا اما باباهم او مامتهم دكاتره وعندهم عياداتهم نفس المنطق، يعني حد متبني الحد الخريج الحديث ده. لانه في عرف في الطب كده انه مش معنى انك اتخرجت
انك هتعرف تشتغل وتدخل فلوس. ومش معنى انك اتخصصت يعني بعد ال3 سنين تخصص انك برضو هتعرف تشتغل وتدخل فلوس، لانه ستيل انت ما بنيتش سمعه. الدكتور سمعه برضو، فعشان انت تبني سمعه بعد ما تتخصص محتاج سنين، يعني محتاج على الاقل 5 سنين 6 سنين، فبيبقى ساعتها سنك حوالي 35 سنه. فالكلام ده انا موضحاه باستفاضه في الفيديو بتاع رواتب الدكاتره وكده. فعشان نبقى ماشيين خطوه خطوه، يبقى المصاريف عرفناها في مصر. طب هنرجع الفلوس دي الله اعلم. طب جدلا وانت اصلا مش فارق معاك، الحمد لله ربنا فاتحها عليك ومش فارق معاكم ان الفلوس ترجع، وعايزين تتعلموا الطب بغض النظر، وعرفتوا ان في مصر الطب تكلفته حوالي نص مليون جنيه الى 600,000 وممكن توصل لمليون جنيه زي ما اتكلمنا في جامعه مثلا زي جامعه النهضه. المصاريف في السنه حوالي 80-90,000 جنيه في الترم، تمام؟ يعني في السنه حوالي 180,000 جنيه. طيب لما هي في السنه حوالي 180,000 جنيه بعد ال5 سنين دراسه، يعني هتدخل لها برضو في حوالي مليون جنيه. طيب لما انا ممكن ادفع في جامعه خاصه في مصر مليون جنيه، طب انا اسافر، صح؟ مش ده اول تفكير منطقي؟ حلو. نبدا في الحاجات اللي هي انا شخصيا شفت ناس متخرجين منها، اللي هي مثلا صربيا، شرق اوروبا، اوكرانيا، الحته دي، شرق اوروبا، يعني روسيا، الحته دي. خلاص. مصاريف الدراسه فيها بتبقى حوالي للوافد يعني حوالي $5000 في السنه. ف $5000 في السنه بحسبه بسيطه هي برضو ال 200,000 هي برضو المليون جنيه، تمام؟ طيب الميزه ان انت يعني عادي خرجت بره مصر وتعرفت على ناس جديده وثقافات جديده وتجربه حلوه وشهاده اجنبيه في الاخر وكده. طب ايه العيوب؟ طبعا انت برضو عشان خرجت بره مصر في ثقافه جديده فمضطر تواجه تغيير الثقافه، مضطر تواجه انك هتبقى لوحدك، تتحمل مسؤوليه كامله لوحدك وما الى ذلك. فعشان كده يمكن العرب بيفضلوا ان هم يجوا مصر. احنا مصر برضو يعني مش وحشين قوي، يعني عادي كليه قصر عيني ولا الجامعات الحكوميه ليها ترتيب كويس معاهم، فبيجوا لنا عشان خاطر احنا كوميونتي عربي في الاخر ومصريين واحنا عارفين بعض وخلاص. مش هنروح بقى لسه نتعرف على ناس فين في صربيا ولا في شرق اوروبا، ويا سلام بقى لو ما بيتكلموش انجليزي اغلبيتهم مثلا. الدراسه ب $5000 دي بالانجلش، فطبعا ايه لازم تبقى برضو عارف الانجليزي كويس. تركيا برضو حوالي 4.5 برضو في السنة نفس الكلام. طيب الأردن، لا الأردن غالية، مثلا 19,000 دولار في السنة للوافد للمصري يعني. طيب نبدأ بقى ايه نروح يعني مثلا شرق أوروبا، بس الدول اللي هي مش محذوفة على روسيا، لا شرق أوروبا الناحية التانية اللي هي بولندا مثلا، زيتش، التشيك يعني. دول بيبقى حوالي المصاريف من 9 ل 10,000 يورو. خلاص. طيب نيجي بقى بعد كده لانجلترا. انجلترا الوافد بيدفع فيها حوالي ل40,000 جنيه استرليني. طبعا احنا هنا بقى بدأنا في المبالغ الخرافية الهلامية. 30,000 استرليني فحوالي 40 جنيه، احسبوها انتوا بقى. فهنا بقى الارقام بتبدا تبقى غريبه. طبعا ابنهم ما بيدفعش المبلغ ده، ابنهم بيدفع حوالي 9-10,000 جنيه استرليني في السنه، وهم يعني عاملين لهم ليميت، مفيش كليه طب تغلي عن كده لابني يعني للانجليزي. انما لو حد وافد خلاص، الوافد ما بيدفعش ضرايب انما الانجليزي بيدفع ضرايب، فعشان كده هم معتمدين على الحكايه دي. طيب اغلى بلد بتدرس طب في العالم امريكا كالعاده. مصاريفها للامريكي وللوافد ولاي حد، بس الوافد ليه حكايه تانية، لان انت ما ينفعش مثلا تخلص ثانويه عامه في بلدك وتروح على كليه طب هناك على طول، لا لازم تاخد 4 سنين حاجه اسمهم بري ميد، يعني ما قبل الميديسن. بتتخصص يعني تخصص اسمه بري ميد، بتاخد فيه بقى العلوم الاساسيه 4 سنين، بيولوجي على كيمستري على بايو كيمستري على معرفش علوم ايه كده. 4 سنين بنقعد ندرس بس في كوليدج للميديكال سكول. فبالتالي انت دي اول مشكله، ان انت بالثانويه العامه ما تقدرش تطلع امريكا تدخل كليه طب على طول، لازم يبقى معاك بري ميد. طيب يبقى هم 8 سنين على بعض مثلا، لان هم كليه الطب عندهم بقى 4 سنين. خلاص. طيب امال مصاريف كليه الطب للامريكي اصلا كام؟ حوالي 250,000 دولار، بس ده على بعض يعني في السنه حوالي 50 ل 60,000 دولار. يعني لما انا في السنه ادفع 50,000 دولار، اذا بعد ما ال4 سنين دول يخلصوا هيبقى عليا حوالي مديونيه 200,000 دولار. طيب
هما بقى يعني لو هنيجي نقارن بقى الامريكان بيعملوا ايه واحنا عندنا كده الحمد لله احنا في نعمه وكده، لا هم عندهم برامج كتير student fund، يعني عندهم برامج تمويل للطالب ان هم يعرفوا يدخلوا الجامعات اللي هم عايزينها، البنك بيدفع لهم وما بيطلبش منهم اقساط غير بعد ما يتخرجوا، فاغلبهم بيخرج مديون. يعني اغلب الدكاتره في امريكا بيخرج مديون حوالي 70%، وعلى حسب احصائيه حوالي 83% من الدكاتره اللي بيتخرجوا بيبقوا متخرجين مديونين اصلا. الاغلبيه مديون بمبلغ حلو حوالي بربع مليون دولار للبنك. طيب هما بيعملوا ايه بقى؟ ولا حاجه. اولا بيقسطوا المبلغ، ثانيا الدخل بتاعهم بيبقى عالي، يعني الاستثمار انا هعرف ارده. للاسف مش زي الوضع عندنا في مصر، هو كده كده هيشتغل ريزيدنت او هيشتغل نائب في مستشفى، فالمستشفى هتديله الى حد ما قبض كويس، شويه شويه لما يتخصص ويبقى كونسلتنت او حاجه هيبقى برده قبض كويس. فالمفروض بحسب برده التقارير الرسميه بتاعتهم ان الافريج متوسط الدخل بيبقى حوالي 250,000 دولار في السنه. طبعا بعد التاكسز وبعد بتاع ماشي مش هنحاسب، بس المهم ان هم هيعرفوا يسدوا القرض بتاع البنك ده في خلال السنين اللي بعد سنين التخرج، و دمهم وروحهم هيتمص، بس هيعرفوا يسدوا. ليه؟ لان دخلهم اوريدي عالي. وفي عندهم اوبشنز تانية زي انهم يقدموا على سكولرشيب اللي هو المنحه الدراسيه لو هو متفوق وباين، او زي ان هم مثلا يقدموا في الجيش. فلو هو قدم في الجيش بيبقى من حقه ان هو يطلب من الجيش ان هو يسد مصاريف المدرسه اللي هي كليه الطب، بس بشرط ان هو يخلص كليه الطب ويبقى مع الجيش، فدي برضو موجوده. انما في مصر الميزه بصراحه في كليه الطب الحكومه ان انت تدفع 1000 جنيه وتتخرج تبقى دكتور، ده استثمار كويس. انما الناحيه الثانيه لا مش قوي. وفي حاجه كمان نسيت اقولها في اول الفيديو، ان النص مليون دول ولا المليون جنيه بتاعه الدراسه ممكن يرجعوا بشرط لو انت هتسافر. يعني انت خلاص قعدت في مصر وخلصت، اول ما هتخلص تحضر معادله، تحضر USMLE، تحضر بلاب، تحضر معادله امريكيه انجليزيه واتيفر ايا كان، وتسافر. لو سافرت هتعرف ترجع الفلوس اللي اتصرفت عليك، او هيبقى استثمار جيد، لان كده كده انت قبضك بره هيبقى كويس اذا كان في امريكا او انجلترا او حتى الخليج بعد عمر، يعني بعد ما تتخصص. فده كده احنا اتكلمنا على المصاريف في مصر. ويعني اللي ما لحقش كليه الطب عادي ما يزعلش، بيدخل الكليه اللي يعني يبحث في بقيه الكليات. ونصيحه يعني اي حد بيتفوق بيبقى بيعمل مجهود بره نطاق اللي بيذاكروا في الكليه. يعني انت لو في الكليه مثلا ادوك قرايه شابترين، انت اقرا التالت بمزاجك. ليه؟ لان انت لما تقرا التالت بمزاجك بدون ادنى شك انت اللي هتبقى متفوق على الباقي. وانا مش بتكلم كلام نظري اللي هو القرايه، لا انا بتكلم بقى في الحاجات العملي. يعني خد خطوه زياده عن زميلك عشان تتميز، عشان خاطر تبقى ناجح. واي حد في اي مجال ممكن يبقى ناجح، يعني اغنياء العالم ما هماش دكاتره عشان تبقوا عارفين يعني. فاحنا كده خلصنا الفيديو ده، وادي مصاريف كليه الطب في مصر. واتمنى ان انتوا تعرفوا تاخدوا قرار كويس ان شاء الله، ويجي لكم كليه احسن حاجه يعني. والف مبروك للكل. اشوفكم الفيديو الجاي.